بما اننا داخلين الترم التاني، تعال اقول لك على افضل مدرسين تكمل معاهم في الترم التاني، سواء عام او ازهر، علمي او ادبي. بس قبل ما ابدا الفيديو اعمل سبسكرايب وخد لك واحده. ليتس جو. بالنسبه للعلمي عندك الكيمياء الاسطوره مستر خالد صقر، ده اسطوره في الكيمياء وبيشرح العلوم المتكامله للاولى ثانوي، وبيشرح برضو لتانية ثانوي بشكل مبسط جدا. بعد كده الفيزياء عندك مستر محمود مجدي ومستر حسام خليل، الاثنين دول بيشرحوا شرح ممتاز جدا وعندهم على المنصه بس مش بينزلوا يوتيوب. وعندك بقى اليوتيوب الفيزياء في شوال، القناة دي بصراحة بتنزل شرح ممتاز جدا 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 وبطريقة مبسطة، وهو بيكتب كده بتفهم بطريقة حلوة أوي. ادخل وجرب التلاتة واللي ينفع معاك عادي ممكن تكمل معاه. بالنسبة للأحياء عندك مستر أحمد الجوهري ومستر محمد أيمن، الاتنين بصراحة يعتبروا زي بعض جدا في الشرح، بس في فرق بسيط شوية. الاتنين حلوين جدا بصراحة، أنا برتاح لمستر أحمد الجوهري، أنت جرب الاتنين واللي ترتاح معاه كمل. بعد كده الإنجليزي عندك مستر عمرو راجب وعندك إنجليشاوي، ولو انت عايز تطور من الانجليزي بتاعك فانت ممكن تدخل لقناه دروس اونلاين لاحمد ابو زيد، ده بيطور الانجليزي شويه. لو انت عايز توصل لليفل اعلى في الانجليزي وتتطور جدا في الانجليزي فعندك طليق كنت عامل له شرح قبل كده البرنامج طليق في الفيديو اللي فات، فممكن تدخل تسمعه. ابلكيشن طليق هو ابلكيشن وفي برضه قناه على اليوتيوب اسمها طليق لمستر ابراهيم عادل، دول بينزلوا انجليزي بشكل احترافي جدا من بداية. بعد كده عندك العربي مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق، الاثنين بصراحه جبارين قوي بالثانويه العامه. عندك مستر محمد صلاح بينزل يوتيوب وبينزل عنده برضه منصه، ومستر رضا الفاروق برضه كذلك. ادخل الاثنين اسمعهم واللي ترتاح له كمل معاه. بالنسبه للادبي عندك تاريخ مستر عطا شحتو. مستر عطا شحتو انا كنت بتابعه من وانا لسه في اعدادي، بصراحه بيشرح التاريخ بطريقه مبسطه جدا وشرحه فوق الممتاز. اما الجغرافيا فانت عندك مستر جمعه السيد ده كينج في الجغرافيا، كينج بمعنى الكلمه. اما الفلسفه فانت عندك مستر محمود عبد الكريم ومستر محمود عرفه، الاثنين بصراحه حلوين جدا بصراحه قوي، فانت ادخل الاثنين وجرب من دلوقتي اللي يعجبك كمل معاه. علم النفس فانت بتتكلم عن الخديوي ابراهيم البحيري، ده بصراحة دكتور حلو جدا في علم النفس، ده احسن واحد بصراحة في علم النفس بالنسبة لي، فانت ادخل جرب وشوف ان شاء الله هيعجبك. ولو انت بتاخد فرنسي فانت عندك ميسيو وليد حلو جدا في الفرنسي والله، ناس كتير قوي بتشكر فيه جدا، وعنده قناته على اليوتيوب بينزل فيها على اليوتيوب. اخويا الازهري المواد الشرعيه فانت عندك من فقه الحديث توحيد تفسير، فالاربعه دول بيشرحهم مستر فتح الله. مواد شرعيه ده بيشرحهم بشكل مبسط جدا وبشكل جميل جدا. بالنسبه للعربي بقى بكل اقسامه وفروعه زي النحو والصرف والبلاغه والانشاء وكل ده، فانت عندك مستر ابراهيم الطناني وعندك مستر هيثم جبر، الاثنين بصراحه شرحهم ممتاز، فادخل جربهم، بالذات مستر ابراهيم الطناني بصراحه عاجبني جدا انا مكمل معاه. وكده وصلنا لحد نهايه الفيديو النهارده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل باللايك والاشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش.